بطلوا عند بقى وكفايه لحد كده، قسطوا الغرامه الكهرباء، ارحموا الولد. كل الجماهير المصريه مستنيه ايه هيحصل بخصوص ازمه غرامه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي، في ازمته مع نادي الزمالك، واللي اصدرت المحكمه الرياضيه حكم باحقيه فريق الزمالك بالحصول على 2.5 مليون دولار. ما تنساش ان مهله كهربا لدفع الغرامه للقلعه البيضاء هتنتهي او انتهت الساعه 12 بالليل امبارح، وبعدها لجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هتنعقد النهاردة في حالة عدم دفع الغرامة، وده لاتخاذ قرار بإيقافه لمدة 6 شهور من تاني. في نفس السياق ده أحمد شوبير وجه رسالة صريحة ومباشرة لأحمد حسام ميدو، واللي يعتبر دلوقتي هو مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك، انه يتوسط علشان نحل ازمه محمود كهربا مع المستشار مرتضى منصور، اللي النهارده برضه قرر انه يسيب نادي الزمالك تماما. شوبير قال في رسالته لاحمد حسام ميدو انه الوحيد اللي قادر يحل الازمه دي خالص من خلال تدخله بانه يقنع اداره الزمالك انهم يوافقوا على تقسيط الغرامه لمحمود عبد المنعم كهربا. طبعا كلنا عارفين ان قيمه الغرامه المستحقه على كهربا وصلت لحوالي 2.5 مليون دولار، وده بسبب الفوائد والزيادات المستمره اللي اتطبقت عليه بسبب التأخير في السداد خلال الفترات الأخيرة. أحمد شوبير استشهد في طلبه بنفس الموقف اللي الزمالك ناوي يعمله مع سبورتنج لشبونة. شوبير قال لميدو زي ما الزمالك هيدفع 850 ألف يورو لسبورتنج لشبونة قيمة الغرامة المستحقة بسبب شيكابالا عشان تفك وتحل أزمة القيد وتجدول باقي الفلوس المتبقية، ليه ما تعملش كده مع كهربا؟ شوبير شايف إن الزمالك من زمان لو وافق على فكرة الجدولة مع كهربا وإنه كل مرة ياخد من اللاعب نص مليون دولار مثلا، كانت الأزمة دي خلصت وانتهت من بدري. واختتم شوبير كلامه اللي وجهه لميدو وقال له نصا: العند ملوش لازمة ومفيش مشكلة خالص الموضوع يخلص بالشكل ده وبالطريقة دي وكل الأطراف تكون مرضية. من ناحية تانية أشرف عبد العزيز محامي كهربا اتكلم وقال: أنا عاوز أطمن كل جماهير الأهلي لأن في أخبار حلوة قوي لكل الجماهير، لكن مش هقدر أقول إيه هي الأخبار عشان مفيش أي حاجة تتأثر وتتأخر، لكن انتظروا الأخبار السعيدة قريب جدا. كمان محامي كهربا قال: انا مش فاهم الناس اللي كل شويه بتقول كهربا هيتوقف بكره هيتوقف بكره، مع ذلك شفناه في الدوري وكاس السوبر وكاس مصر وكاس العالم للانديه وافريقيا، والحمد لله كان هداف بطولة أفريقيا. أشرف عبد العزيز أكد إن المبلغ المطلوب من كهربا هو 2 مليون دولار و300 وكسور، يعني تقريبا 72 أو 73 مليون جنيه، مش 150 أو 160 مليون زي ما الناس بتتكلم وبتقول. محامي كهربا طمن الجماهير وقال: اطمنوا، إحنا جاهزين بكل حاجة وتحت أي ظروف، سواء هندفع أو هنطلب تأجيل القضية أو هنطلب شوية طلبات، ولكن أنا مش هقول بالظبط احنا ناويين نعمل ايه. وخرج اشرف عبد العزيز الاهلي من القصه تماما وقال نصا ان النادي ملوش اي طرف تماما، الاهلي ملوش دخل بكل حاجه ولا الاهلي هيدفع اي دولار في القصه دي. في نهايه الموضوع يا ترى ايه اللي هيحصل النهارده او بكره او بعده؟ هل كهربا هيتم ايقافه من جديد ولا هيدفع؟ خلينا نشوف.